اهلا بيكم في حلقة جديدة من تانيتاس. هنتكلم عن شعور تاني جديد النهاردة، وشعورنا النهاردة هو عن الغضب. العلم اثبت لنا الحقيقة ان الغضب ملوش غير 4 اسباب بس. اي غضب في الدنيا بيندرج تحت سبب من ال4 اسباب دول. اول سبب هو سبب البقاء. يعني ايه سبب البقاء؟ يعني انا عشان استمر ووجودي يستمر ليا شوية احتياجات فسيولوجية. انا جعان، انا عطشان، وكمان ما بقاش مهدد بخوف او قلق او حد بيتنمر عليا، ودي حاجات بتخليني انا غضبان. السبب التاني الاساسي هي ان يكون لي كينونة محققة، يعني كينونة واضحة. انا يعني الناس بتحترمني وبتقدم لي، انا مش مظلوم، مش حاسس بالظلم. ليا رأي، رأيي ده مش بيتهان حتى لو ما تحققش، لكن مش بيتهان. انا ليا وضعي ومكانتي في القعدة. الناس شايفاني، احتياجي ان انا ابقى مرئي موجود، الناس شايفاني. انا ليا محترم في المكان اللي موجود فيه، مش بلاقي الناس تتريق عليا. انا بلاقي نفسي واضح وليا كلمة، يعني بتكلم والناس بتسمعني. كل الحاجات دي بتخليني انا مش غضبان. الحاجة الثالثة الأساسية هي احتياج للحب. احتياج للحب، انا محبوب بالرغم من محبوب، رغم كل حاجة موجودة فيا. انا لاقي حد يحبني، وفي نفس الوقت انا عارف احب الناس. الحاجة الرابعة هي فكرة الطموح. انا عارف يبقى لي طموح وعارف احققها وعارف اوصل لها وكده. ال4 اسباب دول لو فكرنا فيهم كلهم على بعض هم احتياجات انسانية. يعني اي غضب جوايا هو في الاول وفي الاخر نوع مش من الغضب، او نوع مني في حاجة غلط حصلت، قد ما هو احتياج، مس احتياج من احتياجاتي الانسانية، اللي هي احتياج للحب، او احتياج للطموح، للامل، للاحلام، احتياج لان انا اكون موجود ومتقدر من الناس، احتياج لاني اكون مش مظلوم، يعني واخد حقي ومعبر عن رأيي، احتياج لاني اكون مش مهدد وفي حد بيهددني. كل ده عايزة اوصل منه لايه؟ لحاجة مهمة جدا. لو انت غضبان، قبل ما توجه الغضب على الناس وتقول اصلي هما، قول اصلي انا. يعني ايه اصل هما واصلي انا؟ اصلي هما بيعملوا، لا خد بالك، الحاجة اللي هما عملوها دي هددت حاجة جوايا، مش حاسة بالامان. الحاجة اللي هما قالوها دي هددت حاجة جوايا، او انا ترجمتها بان في حاجة مهددة جوايا من ناحية احتياجاتي اللي احنا اتكلمنا عليها. كل غضب جوايا وبيصدر مني هو نوع من الاحتياجات اللي انا بحاول اخفيها، مش عارف اعبر عنها، يعني مش عارف اقول للناس حبوني. ويمكن انا اكون في حاجة انا مش عارف احب كويس، عشان كده الناس مش بتحبني. قبل ما اقول للناس هي بطلوا تتريقوا عليا، يمكن انا اللي بحاول احشر نفسي، او بقول كلام، بقول انا موجود، في الحقيقة انا مش دارس الموضوع، لكن بقول اي كلام وخلاص. قبل ما اقول للناس احترموني، لازم انا كمان ابقى محترم الناس. الكلام ده لاني اي غضب جوايا، شوف كويس قوي، هو بيمس اي نوع من الاحتياجات ال4 دول: بقائي، ولا كينونتي، ولا مشاعر احتياجي للحب، ولا احتياجي للتحقيق، ان انا احقق اهداف معينة ولا هي كينونتي بس ان انا احقق حاجات مادية. اللي عايزين اوصله في الاخر ان اي نوع من الغضب هو حاجة بتمسني انا من جوه. الاخر اللي انا برمي عليه الغضب واقول اصلي هو ملوش ذنب، دي حاجة جوايا انا، ما لمستني انا، ومحتاج انا اصلحها على نفسي. طب انا مش عارف اصلحها،
هعمل ايه؟ اول حاجة ان انا محتاجة اقعد مع نفسي. لو مش عارف اوصل بالسبب الحقيقي لغضبي لحاجة من الاربع اسباب دول، لازم اخلي حد امين او مشير من ناس دارسة مشورة تقعد معايا تحط لي على ترابيزة سبب غضبي ايه. الكلمة دي اتوجهت لي فحستني بان انا قليل. الموقف النقد ده حتى لو هو نقد عام، لكن بالنسبة لي انا حسسني بان انا مش عارفة ادير الامور، مش عارفة اواجه الموقف، مش عارفة اكون قد المسؤولية. حسيتني بضعفي، حسيتني بقلتي وبقلة وجودي. كل الحاجات دي. يبقى هي المشكلة الأساسية هي في صورتي عن نفسي شكلها عاملة ازاي، مش في أي سبب من أسباب الغضب اللي من بره، مش لأن الناس قالوا، ولا لا، ده سبب جوايا أنا مش عارف أشوف نفسي. باخد تدريب على ازاي أتعامل مع الغضب اللي جوايا ده، وازاي أرجعه لسببه الأساسي، بحيث إن أنا أعرف أتعامل مع الناس وفي نفس الوقت أشبع احتياجاتي بطريقة صحيحة. المفاجأة الأخيرة اللي قريتها الحقيقة وكانت مهمة جدا جدا، هي فكرة إن الإنسان الغضوب واللي مش عارف يسيطر على غضبه هو في الأصل أساسا عنده مشكلة في رؤيته لنفسه. يعني هو شايف نفسه قليل قوي، فأي حاجة بتمسه حتى لو هي ما تترجمش كده، والنقد ده ما يترجمش كده، لكن هو بيهدد الاربع حاجات اللي قلنا عليها. بيهدد بقائه قدام نفسه، بيهدد كينونته قدام نفسه، بيهدد احساسه بانه محبوب، وبيهدد احساسه بان هو حقق حاجة. هنشوفكم المرة الجاية وشعور جديد وازاي نتعامل معاه. شكرا.